السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور الزمالك في كل مكان داخل مصر وخارج مصر وفي كل مكان في العالم. حسن شحاتة عاشق الزمالك يحييكم. الزمالك 1911، الزمالك حبنا دمنا عاشقنا. بقول لكل جماهير نادي الزمالك في كل مكان، كان شخصيات عامة أو لكل شخص شخصية خاصة تخص نفسها، يا زملكاوية يا كل جماهير نادي الزمالك يا حبايبنا، تعالوا كلنا نتوحد خلف الكيان، كيان الحاجة اللي بنعشقها واللي بنحبها، وهو نادي الزمالك. الزمالك اللي عشقناه من 1911 لحد وقتنا هذا، 9/8/23. ياما ناس عاشت وتوفت الله يرحمها كانوا بيعشقوا كيان نادي الزمالك، وياما اساطير لعبت وبقت شخصيات عامة وبقت مشهورين بسبب كيان نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك من 1911، سواء اللاعبين والناس اللي لعبوا فيه، ونادي الزمالك فرق في شخصيتهم وخلاهم شخصيات عامة ومشهورين وبقوا حاجة كبيرة جدا في المجتمع، وبرضه أيضا لجماهيره وجماهيره الكبيرة وشعبيته الكبيرة اللي بتمثل في جماهير نادي الزمالك في كل مكان، سواء داخل مصر أو في الدول العربية أو في الأفريقية. فكيان نادي الزمالك حاجة كبيرة. فتعالوا يا زملكاوية نتوحد كلنا خلف كيان نادي الزمالك اللي من 1911، اللي احنا جمهور نادي الزمالك شجعناه وهو نادي قصر النيل، وحبيناه وهو نادي المختلط، وشجعناه وعشقناه وهو نادي فاروق، وحبيناه وشجعناه وهنفضل نحبه وهو نادي الزمالك. فتعالوا نتوحد كلنا خلف الكيان، سواء شخصيات خاصة تخص نفسها أو شخصيات عامة كانت لعيبة كورة لعبوا في نادي الزمالك، أو فنانين مطربين ممثلين، شخصيات عامة في الإعلام في كل مكان، في دكتور كبير، مهندس، مستشار، وكيل نيابة، كل حاجة العمل البسيط، كلنا نتوحد خلف الكيان، الصنايعي، السواق، كل الزملكاوية نتوحد خلف الكيان نادي الزمالك. احنا ما بنعملش اشخاص، ويا رب نيجي كده نشوف بجد يبقى عندنا مجلس اداره بجد حاجه جميله. يعني انا كنت بشجع نادي الزمالك، وكان من وجهه نظري المستشار مرتضى منصور هو من اخلص الزملكاويه لنادي الزمالك، وهو من وجهه نظري هو اصلح واحد كرسي رئاسه نادي الزمالك، لانه كان زملكاوي قبل ما يكون رئيس للنادي او عضو في مجلس اداره النادي، هو مشجع درجه ثالثه لنادي الزمالك. بس خلاص طالما الراجل كده وفي ناس مختلفه عليه والكلام ده كله، وكل بني ادم مننا له وله ما عليه. فالمستشار مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه. فيا جماعه اللي بنحب مرتضى منصور كلنا نتوحد خلف الكيان، واللي ضد الراجل ده كلنا نتوحد خلف الكيان. مفيش حاجه اسمها اشخاص. يعني انا دلوقتي انا كنت بايد الراجل ده، بس مش عشان مرتضى منصور، لا، عشان هو كان رئيس نادي الزمالك وكان من وجهه نظري هو اصلح حد الكرسي رئاسه نادي الزمالك. لكن خلاص طالما هو الراجل اللي هيمشي وفيه ناس معترض عليه والكلام ده كله، فانا ما بنشجعش. مش معنى كده ان انا اطلع اشتم فيه واعمل فيه انا كده انسان منافق، لا، يبقى هو كده ماشي نتنحى جنب. وبرده في نفس الوقت بقول بقى ما حدش يقول اصل الممدوح عباس واحمد سليمان، لا، الناس دي كلها برضو بما فيهم حتى سياده المجنون لا يتجنبوا جنب كده عن نادي الزمالك خالص، ويدعموا بس بحبهم، واللي معاه مال يساعد بيه، واللي الكلام ده كله بقلبهم كده من بره. ونشوف مجلس كلنا كزملكاويه نتوحد عليه،
ويجي بقى الشخصيات العامة وممثلين مطربين بدكاترة بمهندسين بمش عارفة مين بكله، كله يتوحد خلف الكيان. واتمنى من رجال الأعمال سواء في مصر خارج مصر زملكاوية ومن الدول العربية، كل اللي بيحب وبيعشق نادي الزمالك بجد يتبرع ويعمل ويدعم نادي الزمالك بجد. ان بيدعم نادي الزمالك لنادي الزمالك، مش يدعم نادي الزمالك لاشخاص. عشان هنا لما الناس دي تدعم الحاجات دي ويجي مجلس اداره متوافق عليه وما فيش داعي عليه بقى ولا منازعات ولا قضايا ولا مش عارفه مين ولا اعتراض ولا نقد ولا الكلام ده كله، والناس كلها بتدعمه، ويجي بقى رجال اعمال كمصريين او عرب او الكلام ده كله ويدعموا نادي الزمالك عشان خاطر يبقى فيه صفقات ويبقى فيه لعيبه ونصرف على الناشئين ونصرف مش عارفه ايه، وجميع الالعاب الاخرى اليد والسله والطايره والتنس الارضي والتنس الطاوله والسباحه والجودو والجمباز والكاراتيه، كل حاجه وكل حاجه بتمثل تيشيرت نادي الزمالك. فلا الحق من اللي بيحبوا نادي الزمالك وبيعشقوا نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ان هم يدعموه، وندعم الاداره اللي تيجي وتبقى اداره كلها متوافق عليها. يعني عندنا شخصيات جميله جدا، يعني عندنا مثلا زملكاويه بسم الله ما شاء الله، يعني الدكتور مدحت العدل، في يعني مش هنقعد بقى نقول يعني بالاسماء عشان مش بيقولوا اسماء، لا في زملكاويه كتير عاوزين ناس بقى خارج الصندوق بجد بقى، من خارج الصندوق بقى، ومستشار مرتضى منصور، الاستاذ ممدوح عباس، الاستاذ احمد سليمان، دكتور عبد الله جورج، الكابتن ايمن يونس، الكابتن هشام ياكن، الكابتن حسن شحاته، كابتن كل دول بقى يدعموا المجلس اللي يجي جديد، ويجي وزاره الشباب والرياضه، ومفيش حاجه اسمها نادي الزمالك ده لجنه مؤقته وديت لجنه تيسير اعمال مش عاوزين كده، احنا عاوزين بجد يبقى نجيب الجمعيه، نحترم اراء الجمعيه العموميه المحترمه لنادي الزمالك، ونعمل انتخابات كده عاجله لنادي الزمالك، ويجي الناس دي يجي مجلس كده متوافق عليه والدنيا كلها كده، ويجي كده اهوت ويبقى له كل الدعم من جميع الزملكاويه. ليه بقى؟ عشان خاطر نادي الزمالك ده بيفرح الناس البسيطة في الشارع، مع احترامي بقى للشخصيات العامة والمشهورين واللي لعبوا في نادي الزمالك، وده دكتور ولا ده مهندس ولا ده ممثل ولا ده مطرب ولا ده، لا في ناس تانية بسيطة، أسر بسيطة جدا بيشجعوا وبيعشقوا نادي الزمالك. المباراة لنادي الزمالك بتفرق معاهم، يوم ما بيلعب نادي الزمالك مباراة فده بيعيد لكل زملكاوي. فلما يبقى عندنا لعيبه بقى بجد وفي ناس كده وبياخدوا حقوقهم وكده وبيلعبوا باخلاص وبروح للفالنه وللكيان وشعبيه نادي الزمالك، فلما بتكسب مباراه انت بتنيم الراجل ده دماغه بسم الله ما شاء الله مبسوط، ما بتعكننش عليه في بيته ويعمل مشكله ولا الكلام ده في عز المعاناه اللي احنا بنعيشها في بلدنا من غلاء اسعار ومش عارفه ايه والكلام ده كله. فالمباراه لنادي الزمالك بالنسبه للمشجع الزمالكاوي بالنسبه كمان للمشجع البسيط فبتفرق معاه جدا. فيا جماعه بجد ورونا بقى، ودي الفرصه اهي، ورونا بجد لو انتوا بتحبوا كيان نادي الزمالك بجد ان انتوا تدعموا بجد، مش لازم الكرسي. يعني بقى اللي يقول لك اصل ده ممدوح عباس واللي يقول لك اصل ده مش عارفه، لا كله بقى الناس دي كلها بعد اذنكم كده من بعيد ادعموا نادي الزمالك بجد من بعيد، بس ادعموا بجد بقى بالفلوس وبالملايين، وتروح تجيب صفقه من هنا وتشترك في صفقه من هنا، ونبص عليكم كده عاوزين نشوفكم كده وانتوا بتتحاربوا كده على ان انتوا تجيبوا صفقات لنادي الزمالك. ابص يقول لك لا ده احمد سامي خلص النهارده صفقه ودعم فيها، ده ممدوح عباس مش عارفه راح جاب لعيب ايه كده وقام جاي يمين عليه، ده مش عارف ده كابتن ايمن يونس قال ايه كده هنا بجد بقى عشان خاطر جمهور نادي الزمالك، وبالذات الناس البسطاء، الناس اللي هي بجد بتحب نادي الزمالك وبتعشق نادي الزمالك، وهي مثلا على قد حالها، اللي بيطلع يشتغل يجيب 70 80 جنيه وبيطلع عينه وعنده اولاد ولا قاعد في ايجار ولا قاعد في كده، بنعكنن على الناس دي. طبعا الناس اللي على دماغ الشخصيات العامه والناس الكلام ده ما همش كل واحد في مجاله، فمش واخد باله من الناس دي، انما الناس دي يا جماعه الماتش بيفرق معاهم. فبجد يبقى اتمنى من كل زملكاويه كلنا نتوحد خلف الرايه دي، العشق الكيان ده الزمالك 1911 اللي جمهوره بيعشق الرايه دي وبيحب كمان الرايه دي ومخلص لبلده.
جمهور نادي الزمالك اللي هو نادي الوطنية والكرامة، يعشق بلده مصر، بلد الأرض والتاريخ والأمن والأمان والسلم والسلام بإذن الله. وبيعشق نادي الزمالك اللي هو نادي الزمالك زي ما قلنا كتير. بالنسبة لنادي الجمهور، المية اللي بنشربها زمان، الهواء اللي بنستنشقه زمان، الدم اللي بيجري جوانا زمان. نتمنى من كل جماهير الزمالك، شخصيات عامة وشخصيات خاصة، كلنا نتوحد خلف كيان نادي الزمالك اللي من 1911، وياما لعيبة جت ولاعيبة مشيت، ونادي الزمالك زي ما هو، وجماهيريته وشعبيته بتزيد داخل مصر وفي الدول العربية وفي الدول الأفريقية. الزمالك ده له معنى كبير عند الزملكاوية. تعالوا كلنا نتوحد خلف نادي الزمالك عشان تعلى الرايه دي باذن الله طول عمرها تبقى فوق. تعالوا يا زملكاويه نتوحد كلنا خلف الكيان نادي الزمالك. يا رب ما يكونش في نزاعات ولا في حاجه، نجيب مجلس كلنا نتوافق عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسن شحاته، عاشق الزمالك.